بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما قرد بلبل وصدح، وما اهتدى قلب وانشرح، وما عم فينا سرور وفرح. والحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر، وما تراجع الباطل وتقهر، وما سال نبع ماء وتفجر، وما طلع صبح وأسفر. وصلاة وسلام إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد، فأحييكم بتحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين مع إطلالة يوم جديد في برنامجنا الأول صفحات من مآسي إنسان. وها هي سفينة تبحر عذاب هذا البحر المتلاطم بأمواجه العاتية، وكلها تبات ورباط جاش على تحدي الصعاب وتجاوز العقاب لتصل لبر الأمان، ولترسو في ميناء الأخاء بعد أن قامرت وصبرت وصابرت، وكان لزاما عليها أن تأتي بالجديد. فنرحب مع لقائنا المفتوح بضيف عاش مآسي الحياة بشتى الطرق، فوجد منها المفرح ومنها المحزن. فنرحب بضيفنا العزيز الأخ أبو عبد العزيز. كيف حالك يا أبو عبد العزيز؟ الحمد لله. عساك طيب. خير يا ماما. فبصراحة يعني ودنا ناخذ معك مجرد كذا سؤال، ودنا تاخذ راحتك وارجحيتك في الموضوع. يعني ودنا نتكلم عن حياتك اللي عشتها إلى الآن، كيف كانت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حياتي من يوم أنا صغير يعني كانت مأساة شوي مرة. أول ما بديت الدرب في الحسن، دار التربية في الحسن، فانقلوا لنا من الدمام. فانقلوا لنا دار الحضانة اللي في الدمام، فقعدت فيها 4 سنوات. ثم انتقلت لدار التربية. وأنا بدأت الحياة في دار التربية. تكلم في الدمام. في الدمام. شفنا يعني مصاعب، وشفنا يعني أشياء كثيرة يعني في الدار. يعني انظلمنا من يوم احنا صغار، مظلومين ولا يومك يعني. طيب كم كان عمرك يوم طلعت من دار الحضانة؟ كان عمري 11 سنة. من دار الحضانة. من اللي كانت المربية؟ تذكر اسمها؟ نعم، اسمها هاجر. طيب بعد ما طلعت من دار الحضانة انتقلت إلى دار التربية اللي في الدمام. طبعا هناك واجهت مصاعب. واجهت المصاعب من هناك. كيف كانت دراستكم؟ كيف كانت حياتكم؟ كيف طريقة طبعا التواصل؟ من يوم ما طلعت دار الحضانة رحت دار التربية. كانت يعني كنت 5 سنوات كنت قاعد بين حريم وبين عيال. طيب يعني كانت الحياة يعني الحمد لله. فطلعت مع الكبار. سهلت الأمور؟ لا، ما تسهلت الأمور، صعبت الأمور علينا. يعني شفنا عجب العجاب. نعم. أنا جاتني معلومة الظاهر إن في كذا أحد الشباب الصغار إنه يقول طب من الدور الثاني، هذا صحيح في الدار؟ صحيح نعم. وش صار له؟ الله يغضب عليه، ودوه للمستشفى وتعالج الحمد لله ورجع كالأول. طيب هل وجدت صعوبات في الحياة؟ نعم، من يوم ما طلعت من الوزارة الشؤون الاجتماعية. ليه تذكرنا بس بعض منها؟ يعني بعض من الصعوبات اللي صارت لك. الصعوبات يوم قالوا لي تطلع الشقة، فطلعت الشقة قاعد سنة كاملة. بعد السنة هذه قطعوا علي المصاريف. قطعت مصاريف؟ قطعت الشقة علي. يعني كنت هذا أول الكلام هذا وأنا في القصيم، حولوني للقصيم هناك. ودوك القصيم بعد الدمام؟ ودوني القصيم بعد الدمام. كانت يعني
شوي يعني عندي مصاعب. لا يعني يوم رحت القصيم قطعوا عنك السكن؟ لا رحت القصيم قعدت يمكن 6 سنوات حوالي في القصيم. أخذت أعطوني شقة يمكن أخذتها سنة بس، وبعدها صار علي مصاريف الشقة وهذا. صارت عليك كلها؟ يعني صارت علي أنا كلها. طيب يعني بعد القصيم رجعت الدمام؟ رجعت الدمام. بعد الدمام تمت الدمام. الآن طلعوكم، كمعلومة عندي إن أي واحد في العمر 16 أو 17 يطلعونه إلى شقق. لا، من 23. 23 22. شقق يعني معك أشخاص للحالك؟ لا، معي أشخاص. طيب هل مصاريف جيدة؟ والله مرة تنقطع علينا، مرة يعني تيجي زي يعني أمس جات المصاريف أمس الحمد لله، يعني كل بعد 3 شهور 2300 ريال. كل بعد 300. إيه. يعني هل حصل يوم من الأيام موقف محرج لك؟ ما قد صارت لي يعني. ما صار لك موقف محرج؟ ما قد صار. طيب لو قلنا لك ماذا ستكتب لنا لتعبر عن حياتك التي عشتها إلى الآن في كلمات قليلة؟ أن تلخص حياتك بكلمات بسيطة. مثلا يعني أنا ألخص الحياة يعني كان من حياتك اللي عشتها تقدر تركبها في جملة بسيطة كذا، قاعدة حياتك. مأساة، مثل المأساة. إذا أردت أن تبكي الآن فعلى من تبكي؟ أبكي على واحد بس. من هو الواحد؟ هذا الواحد هو اللي رباني من يوم الصغير. يعني الله يرحمه توفى. هل من الحسن ومن الدمام؟ من الحسن. توفى، وبعد ما توفى نبات خلاص، ما أدري وين أروح وين أجي. الله يرحمه. طيب من ستختار ليمسح دموعك؟ خذ الأريحية في الإجابة أبدا. اختار بالاسم. أيوة بالاسم، إذا طبعا ما في إشكالية. والسبب؟ من يوم احنا صالح استقاوي، عارف ظروف يعني من ليلة. لا أبغى شيء ما قصر علي، أبغى مني حاجة يعني كأخ أعتبر. ما قد واجهت بالله يعني لا مضر ولا شيء. طيب من يسكن قلبك؟ طيب هل هزمك حزنك في يوم من الأيام؟ نعم. والسبب؟ السبب كذا أروح عند أصدقائنا في الحسة، وأنا أتكي عندهم في البيت أشوف يعني ما شاء الله عليهم متحركين جايين، لكني مثلهم يعني. طيب أعزائي المشاهدون، فاصل ونواصل.